تعالوا النهارده نعمل مسقعة على طريقة المطاعم. أكلة حلوة جدا وطعمها جميل، مش زي المسقعة اللي بنعملها في الفرن باللحمة المفرومة ولا الكلام ده. ليها طعم مميز قوي كده، وهعرفكم الطعم المميز ده بيجي من ايه. بس يا ريت لو أول مرة تشوفيني تشتركي معايا في قناتي مطبخ سميرة على اليوتيوب. وكمان الجماعة اللي عاملين ريجيم، معلش الفيديو ده مش هينفعهم خالص. هنسمي الله بقى ونشوف هنعمل ايه. انا معايا بتنجانتين وبطاطسيتين، اسفة معلش. هقشر البتنجان، هعمل فيه خطوط كده بالطول، يعني هاخد منه القشر كده. هما طبعا في المطعم مش بيقشروه، بس البتنجان مش يعني متعب شوية للمعدة القشر بتاع البتنجان، فبحاول اقشره واشيل منه اكبر كمية من القشر. هقشره كده بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. البتنجان الايام دي حلو جدا، ابيض كده وجميل ومفيهوش بذر ولا اي حاجة خالص. طبعا هقشر البطاطس وهقطع البتنجان والبطاطس مكعبات، هتشوفوها دلوقتي. قطعت البتنجان كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، وهرش وحطاه في مصفى، وهرش عليه رشه من الملح، وهسيبه تقريبا 10 دقايق ربع ساعه ينزل الميه بتاعته عشان ما يشربش الزيت. في الوقت ده هقلي البطاطس بعد برضو ما كنت مقطعاها مكعبات. واللي حابب يحط كوسه برضو ممكن يقليها ويحطها مع الاكله، بس في المطاعم ما بيبقوش حاطين كوسه، بس بيبقى طعمها برضو حلو. هطلع البطاطس اول ما تاخد لون كده، وبعدين ننزل البتنجان برضو هنقليه. رشة الملح اللي احنا رشيناها للبتنجان ما بتخليهوش يشرب زيت خالص. وبعد كده برضو هنطلعه، هنحطه في مصفى او في طبق زي ما تحبوا. هو كده كده يعني الحمد لله مبيبقاش شارب زيت قوي، بس هو واخد كمية حلوة من الزيت طبعا، لان الاكل كله مقلي في الزيت. عشان كده بقول الناس اللي عاملة دايت ما تتفرجش على الفيديو. لكن عندي المسقعة بطريقة تانية للناس اللي عاملة دايت، حلوة جدا كلها مشوية. الناس اللي حابة تعمل مسقعة مشوية طعمها حلو جدا. طيب هنا نرجع تاني للأكلة بتاعتنا. في طاسة على النار حطيت شوية زيت، ما ينفعش سمنة، لازم زيت. هحط معلقتين كبار من التوم، يعني راس توم حلوة كده، هندقها. وبعد كده هنقلبها تقلبتين، ونحط قرن فلفل حامي. المسقعة بتحب الفلفل الحامي طبعا، واللي حابب برضو يقلي فلفل حامي يقليه، مفيش مشكلة خالص. هنا بقى التكايه اللي انا بقول لكم عليها اللي بتخلي طعم المسقعه مميز جدا. هطفي التومه دي بمعلقتين من الخل زي ما شفتوا كده. وبعد كده هحط نص كيلو من الطماطم المعصوره، او لو تقدري تبشريها في المبشره يكون احسن. هقلبهم بقى وهسيبهم على نار هاديه خالص. هحط لهم كمون وكزبره بس، شويه كمون ونص معلقه من الكزبره، وهسيبها بقى تتسبك على مهلها. انا ما حطيتش ملح لان انا رشه كميه كبيره على كميه ملح كبيره على البتنجان، وطبعا مش بيتغسل ولا حاجه، فبتفضل الملح في البتنجان موجود. خدوا بالكم من الموضوع ده كويس، اوعي تملحي الصلصه وبعد كده البتنجان بيبقى فيه ملح، هتبقى الاكله حادقه جدا. بصوا الجمال بقى، التخديعه كده اتسبكت بعد ربع ساعه او تلت ساعه على نار هاديه. بصوا اتسبكت ازاي. البنات الصغيره اللي بتسالني طب اعرف ازاي ان التخديعه اتسبكت، بعد ما التخديعه تتسبك هتلاقوا الزيت او السمنه اللي انتوا حاطينه بقى على الوش كده، والطماطم من تحت، يعني هتلاقوا السمنه عامت على الوش كده. كده تعرفوا ان التخديعه بتاعتكم اتسبكت. وطبعا كل ما تسبكوها على نار هاديه يكون احسن. بعد كده هننزل البتنجان والفلفل والبطاطس زي ما انتم شايفين. جربوا الاكله دي يا جماعه تعجبكم قوي بصراحه، وخفيفه كده وطعمها حلو قوي. وطبعا اكله هنقول بقى اقتصاديه وسهله وبسيطه، وكل الكلام ده انتوا عارفينه يعني. هنقلب بقى في المرحله دي بطريقه بسيطه كده عشان البتنجان ما يتهريش، يعني على قد ما تقدري قلبي بالراحه. اهو لو انتي تلاحظوا، بصوا بقلب بالراحة عشان خاطر البتنجان ما يتهريش، يعني هو ما بيتحملش اصلا. الاكلة كلها بتاعتنا مستوية، احنا بس هنغطيها ونسيبها 5 دقايق الخضار يشرب من التخديعة كده ويبقى طعمه حلو، لان احنا كل حاجة عندنا مستوية يعني. بصوا بقى الجمال، مفيش احلى من كده. وعايزة اقول لكم ان الريحة في منتهى الجمال. أكلة بسيطة ما فيهاش افتكاسات، ما فيهاش مكونات كتير، ما فيهاش، مش مكلفة خالص. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واتمنى تتابعوني على قناتي مطبخ سميرة على اليوتيوب.